الحدث اللي هو العيد كان فيه كلمة للرئيس تبون بمناسبة هذا العيد. سيدي نسمع الكلمة هذه، ربما هناك من يقرأ ما بين الكلمات، يعني نتابع كلمة الرئيس تبون بمناسبة العيد أمس. الخالصة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى بلادنا وسائر المسلمين بالخير والهناء والاستقرار. كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في تهيئة وتوفير الظروف الملائمة لتعزيز روح التضامن والتعاون في مجتمعنا طيلة الشهر الفضيل، لما لمسناه من طمأنينة بعثت في قلوبنا روحانية هذا الشهر الكريم، سائلين الله تعالى دوام نعمته على الجزائر المحروسة والمسقية بدماء شهدائنا الأبرار. كما أزف تهاني الخالصة إلى أبناء جاليتنا في الخارج، مؤكدا وقوف بلدهم الأم على الدوام إلى جانبهم، وخصوصا في ظل ما يعيشه الشرق الأوسط من وضع مأساوي، راجيا من الله عز وجل العودة في أقرب وقت للوضع الطبيعي بما يسهم في إحلال الأمن والسلم في كل الدول الشقيقة في المنطقة، وفي أولى القبلتين والثالث الحرمين، وفي غزة والضفة الجريحتين. عيدكم مبارك. سيد عثمان، على قضية المباشر، أنا لفت انتباهي اليوم أنه موقع رئاسة الجمهورية فلما سجلوا أو بثوا لا صلاة العيد التي سنشاهد جزء منها في صفحة رئاسة الجمهورية، قال لك المصدر هو موقع التواصل الاجتماعي الجزائري وانتيك، هذاك ما هو لا فيسبوك ولا يوتيوب ولا شيء يعني. فلما تدخل باش تشوف الفيديو لازم تدخل لمنصة التواصل الاجتماعي اللي خدموها في الجزائر اللي هي وانتيك. فأول مرة يعني في الرئاسة يبدو أنه مسجل، وبعدين نمشوا للبث في المنصات اللي عندنا الداخلية أخي باش نأمنوا الأمور. لكن أنا يعني القراءة بين السطور مش عارف، أنا ما سمعتش ولا أنا مغرض في الفهم. الرئيس في العادة في هذه الكلمات يدافع عن قضيتين عادلتين، لكن المرة هذه دافع عن قضية عادلة واحدة يعني، أو ذكر قضية عادلة واحدة. شوف، لأنه هم أصلا هم بناوا الخطاب نتاعهم على بعض ملفات كان البراغماتي. لا مسألة براغماتية، دوروها براغماتية، لكن هم أوهموا الجزائريين بأنهم دولة إقليمية حقيقية تملك ملفات تدافع عنها كما تعمل دول إقليمية أخرى. بالتجربة ولما وضعوا على محك قرارين في مجلس الأمن، واحد خاص بغزة واحد خاص بالصحراء الغربية، عرف القوم حجمهم. هذه هي وهذه الحرب، فرض مفاوضات مدريد، كلها خطاب ترامب، كلها أثبتت أنه أنتم كنتم تكذبون على الشعب الجزائري. يعني عن ماذا تتكلم سليم؟ أنا نحكي على هذه الملفات اللي كانوا يدافعوا عليها والآن ما قدروش يدافعوا. ما قدرش يسميها سليم سبحان الله. ايش تحكي بالمعاني؟ لا تخف إنك في أمان. إنك من الآمنين. كان عندهم ملف الصحراء الغربية وملف القضية الفلسطينية، ووصل حتى قال أنه أنا راح. لكن في الكلمة هذه قال لك فلسطين الجارحة نقطة للسطر. طبعا دوك يولي خطاب شوية حتى الفلسطيني ما يعودش يذكرها، تولي القدس يعني يولي يحكم في القدس. هذه هي والقضية الصحراوية ما عادش يتكلم عليها. قلنا في حلقة سابقة وأنا أذكر وأنت تذكر فيها، قلت لك سيد محمد أنه سيصل وقت لن يتحدث الخطاب الرسمي عن الصحراء الغربية، لأنه خلاص قضي الأمر. هذه هي، أنت تتحدث عن ملف لما تكون عندك أوراق الملف. اللوم على الجزائر في الأزمة مع المغرب، لأنه قلت أنا في ذاك الوقت أنه ما دام جاء رئيس جديد وعندك فريق عمل وعندك ملفات مستوى الداخلي ومستوى الخارجي. أول ملف عندك اللي فيها عندك أزمة مع المغرب قديمة يعني. هل اقترحت أنت اللي تقترحها وأنت اللي تجر الناس ليك في إطار رؤية دبلوماسية؟ طبعا رؤية استراتيجية لما كانت الجزائر منها على 10 سنين. هل قدرت تفرض على المغرب حل؟ قدرت تقترح أنت حل؟ دي القضية ما هيش ظالم. هقول لك البراغماتية والرأي. أنا مصالحي وش هي؟ مصالحي الاستراتيجية أنه نفك الأزمة هذه مع المغرب أو تخفيفها أو خفض مستوى الأزمة إلى أدناه، يعني على الأقل أن يحدث ذلك، لأنه أنت ما عندكش رؤية استراتيجية. أنت من اللي جيت أنت وشنقريحة، من اللي جيتوا زدتوا عفنتوا الأمور. صحيح. بدون حديث عن المغرب أنا نقول لك مهما الله إن شاء الله هو يشن عليه في حرب، لكنه لأنه أنت
اللي عندك الاستراتيجيه انت اللي تدير الاحتواء. وروح اقرا قريت علوم سياسيه، علاه طرحت سياسه الاحتواء في الحرب العالميه الثانيه. سياسه الاحتواء انه انا هو اللي ندير الخطه، وانا هو اللي نجيبك على ان شاء الله انت راك في حرب معايا، انا ندير لك الاحتواء، نخفض معك التصعيد، لاني راح نبني. لانه علاه؟ لانه المغرب ما تقدرش تلغيها من الخارطه، وبالنسبه للمغاربه الجزائر ما تقدرش يلغوها من الغالب، احنا جيران وراح نموتوا جيران، يعني ما فيهاش، احنا وتونس لاصقين مع بعض. حتى هناك بعض المواقف اخويا سليم وانت تتحدث تصطدم بالواقع فتعود للمربع الاول. اعطيك مثال باسبانيا، في الاول لما كانت الازمه الجميع قالوا خلاص العلاقات ستقطع وخلاص، ولكن الان رئيس الوزراء جاء لنا، رئيس الوزراء الاسباني جاء لنا، علاقه استراتيجيه والعلاقات التجاريه عادت والامور كيف. كذلك بالنسبه للاتحاد المغربي لما قالوا انه الجزائر هي اتحاد مغاربي جديد، ولو انه بين الجزائر وتونس ونص ليبيا، النصف من ليبيا فقط. موريتانيا قالت لا هذا لا يشرفنا ان نكون بذلك، والمغرب ايضا نددت بذلك. اين هو هذا الاتحاد المغاربي اللي راح يديره الجزائر؟ راح. ولذلك هذا المواقف اللي تصدرها الجزائر وتصمم عليها تجد انه بعد شهور وربما عام يعود المربع الاول. في اعتقادي حتى لو تطرح قضايا الدبلوماسيه ليس مكانها في خطاب في المسجد، في خطاب ممكن يعني تقول عموما كل سامح لي، كل الائمه لما يحضر الرئيس في اي دوله عربيه الخطبه فيها رسائل يغني ما يحب يسمع. اذا كانت تطرح قضايا سياسيه انت مستعد ان تناقش السياسيين. اذا كان هذا الكلام الذي قاله امام الجامع الكبير على المحك في الواقع ما ترجمته، هل يزن فعلا كما يقول كما كنا نسمع الامام؟ اذا كان هذا هو، اذا انت تقول بانه هذه رساله وانه هناك ما يبرر هكذا خطاب بهذه المناسبه بمناسبه العيد، اذا ما دام ناقشت خط في القضايا السياسيه مسموح بان يرد عليك ما مدى صحه الكلام الذي تقوله في الواقع. ولكن هناك من يقول بأنه في النهاية ربما الخطاب أو الرسالة الرئيسية اللي حبوا الجماعة يبينوها من خلال منبر الجامعة الجزائر هي عكس الرسائل السابقة تاع خلوها عليا واللي قرب. لا بالعكس انا بالعكس نجيب لك جمله. خليني نكمل. لا نقطة نظام. اسمع نقطة نظام. تفضل يا أخي. الإمام تحدث عن الدفاع عن القضايا المبدئية، هذا مناقض لما جاء في مجلة الجيش، قالتها صراحة ما عندنا لا مبادئ لا عمر بوزوار، الآن رانا براغماتية. لا سليم قالوا عندنا براغماتية بروح نوفمبرية لا مناقضة تماما. وكان نشرحها جمال وشرحها الإخوة في حلقات. نوفمبر لم يكن براغماتيا، نوفمبر كانت ثورة المبادئ، وأول مبدأ هو أن يزول الظلم اللي كان يمثله الاحتلال. سليم حتى لو كان يا سيدي فلتطبق هذه البراغماتيه الدبلوماسيه وليكن تعود الجزائر دورها، وحتى على المستوى المنطقه فلتمارس هذه البراغماتيه اول ملف هذه البراغماتيه الدبلوماسيه، هذه البراغماتيه في العلاقات مع الدول من منطلق براغماتي. لماذا انا نروح نجيب انا ما يربطنا في هذه المنطقه المغاربيه؟ ما يربط بين الجزائري والتونسي والمغربي والليبي والموريتاني في هذه المنطقه، في هذا الاتحاد المغربي يربطنا كل شيء. فلتستعمل البراغماتيه الدبلوماسيه من كل الاطراف بدلا من الاستنجاد بالخارج وادخال الخارج. شوف مثلا في ايران في العالم ماذا حدث في النهايه؟ هل الضرر اين يقع؟ يقع في عند ابناء المنطقه، في المنطقه، سواء في دول الخليج تاخذنا للشق الدبلوماسي. ربما سنعود اليه، لكن يبدو انه خطبه امام الجامعه ما عجبتكمش. الظاهر ما عجبتكم. انا ما عجبتنيش. قولوا لنا على الاقل فيها